بوينت سيفتي، 5 نقط اساسيه لدى الغواص. ال5 نقط دول قبل النزول، من على مركب، من على سقاله، من على جانب شاطئ مرتفع، من على حرف حمام سباحه، هحفظهم زي اسمي. رقم 1 مرجع نظر، يعني مرجع نظر ابص مركب معدي، سباح معدي، خشبه، حاجه في الميه. رقم 2 التايم والتيتش، ابص في ساعتي عشان التايم بوتهم ليا وقت معين في الغطس، وابص في العداد بتاعي معايا هوا كام. رقم 3 بنفخ البي سي دي، عايز اوفر هوا ممكن انفخ اخد الانفليت هنا وانفخ عادي زي ما انت ما عملت، وريني اضغط وانفخ، او انفخ منين؟ من جهاز النفس. او رقم 4 بلبس الماسك، لو على الدقن بجيبه من تحت لفوق، ولو فوق بنزل بالماسك وبعدين اجيب الاستراحه. اوكي؟ طيب رقم 5 المدرب بيشاور لك العلامه دي، انت كويس؟ اوكي كويس، مش كويس تعمل كده وتشاور على المشكله اللي عندك. انا النهارده لو اديتك اوردر كده تنزل، طالما من المدرب ما عملكش كده ما تنزلش. اوكي؟ معاك مدرب في الميه وانا مدرب فوق اهو، وفي اسيستنت انستراكتور معاك. اقف يلا اعملي ال5 بوينت سيفتي. رقم 1 بص، 2 وديتش وبص في عدادك اهو في الجنب الثاني. 3 انفخ البي سي. 4 البس الماسك، تنسى ها بالراحه واطلع بالاستراب واعدله على وشك. وخد الماوس بيس معاك كمان، يلا الماوس بيس، ايوه من فوق الكتف. الله عليك. 5 مساله، ده سؤال جاوبني بقى. اعملي لسه في مشكله طالما مش جاهز. جاهز؟ لو اديتك اوردر هتنزل، اطلع قدام شويه. ايوه ليه حطيت ايدي هنا؟ بحمي راسي من السربنتين والبرجه اللي قدام في ارتقاء وفي طعن. اديتك الاشاره اهو، اتفضل وريني بقى طعن قدام خالص خالص. شكرا. المتعلم ده ليه على القناه فيديو في بدايه ما جاء عندنا، وكان عنده بانيك او زي ما بيتقال عنده توتر خفيف، وكان بيقول اسباب التوتر، لكن النهارده ما شاء الله هنساله اهو بالفيديو. التوتر لسه موجود؟ لا بجد بالامانه. طب انا عايز حضرتك تفرجني ازاي تحط الماوس على بوقك وتنزل واحده واحده للمدرب جنبك اهو. يلا عمودي اتفقنا. فين ايدي؟ على الانف. وايدي اليمين فين؟ الشمال احنا اتفقنا هي اللي على الانف. وايدي دي ايه؟ قصدي اليمين اللي على الانف، والشمال هي اللي بترفع الانفليت. اطلع بيه لفوق واحده واحده. الله عليك. ارفع ايدك فوق كمان، ارفع. انت بتنفخ كده؟ احنا اتفقنا. ارفع كمان، ارفع ايدك فوق، ارفع وانزل عمودي. الله عليك. وريني. ده اللي كان عنده خوف يا حضرات اهو بالفيديو. الحمد لله النهارده بعد عشان نقولوا اهميه الدي بريفنج، ان دايما زي ما بنهتم بالبريفنج قبل ما بينزلوا ونشرح لهم هنعملوا ايه، لازم علينا نهتم بحاجه اسمها الدي بريفنج. انت عملت ايه النهارده وحش وعملت ايه كويس، نقوي الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه نقول له خلي بالك احنا عملنا كذا كذا لازم تخلي بالك وتعمل. النهارده كنا مع المتعلم اللي كان عنده الخوف، دي الغطسه الثانيه ليه، والحمد لله هو مستجيب. الموضوع برضو عايز اوصل رساله، مش موضوع عدد. يعني انت النهارده ما تقولش ان الكورس مثلا 4 كونفايد 1 اوبن ووتر يبقى كده الوان ستار دايفر. احنا ممكن نوصل 10 غطاسات. صحيح هتبقى مكلفه على المدرب، بس حضراتكم لازم المتعلم اللي طالع من تحت ايدك ده بيمثل اسمك، هو اللي بيوصل رساله للي يتعامل معاه في سنتر دايفنج سنتر، في شركه، في شغل، في اي وات ايفر، ان انت تعلم على ايد مين. اللي عايز يحافظ على اسمه بيحافظ على مش عدد غطاسات، بيحافظ على اتقان مهارات. سكيلز لما تبقى كويسه قوي قوي بترفع من شان المدرب الموجود في وسط مجال الغطس. يكون معاكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع احد المتعلمين باحد المشاكل المختلفه ونحاول نحلها له ان شاء الله. شكرا.